السلام عليكم، رمضان الكريم يدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش كتمنوا ان شاء الله في حياتكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم السفوف بالدقيق ديال الشعير، كيجي بنين وكيجي مقوم على حقه وطريقه. وما تنسونيش اشتراكاتكم من القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ومشاهده الفيديو حتى الاخر. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. غادي ندوزو المقادير. هنا المقادير ديال السفوف. هنا عندي 200 غرام ديال السكر كلاصي، هنا عندي تقريبا زيت الزيتون، وهنا عندي واحد نص زلافه ديال الزيت اللي قليت فيها اللوز، هنا عندي النافع نص رابعه، عندي القرفه تقريبا واحد 2 معالق كبار ونص رابعه ديال النافع وحبه حلاوه، هنا عندي نص حبه ديال الكوزه محكوكه، عندي هنا الجنجلان كيلو ديال الجنجلان محمر ومطحون، نص طحنته ونص هرمشته، وكذلك اللوز كيلو ديال اللوز نص محمر والنص مهرمش او مفرفش. هنا عندي الدقيق ديال الزرع حمرته، وهنا كذلك عندي كيلو ديال الكاوكاو محمر ومطحون بالقشور نتاعو هما واللوز طحنتهم بقشورهم، وكذلك عندي كاس ديال العسل، وعندي اللوز اللي حمرت وهاد تقريبا 250 غرام رابعه، وعندي المسكه راني طحنتها في شويه ديال السكر كلاصي. هنا غادي ندوزو للطريقه وما نساوش شويه ديال الملحه. هنا خديت القصريه او البانيو اللي كان عندكم، هنا خديت هنا هذا الدقيق ديال الزرع ماشي ديال القمح، الشعير عفوا ديال الشعير، كل واحد شنو كيقول، كاين اللي كيقول له الزرع وكاين اللي كيقول له الشعير، يعني هذاك الابيض ماشي القمح. هنا عندي كيلو حمرته وغربلته، هنا عندي كيلو ديال الجنجلان محمر نص مطحون والنص مهرمش، عندي كيلو ديال الكاوكاو محمر، عندي كيلو ديال الكاوكاو محمر ومطحون بالقشور نتاعو، كذلك كيلو ديال اللوز محمر نص محمر والنص مهرمش بالقشور نتاعو، نص رابعه ديال النافع، نص رابعه ديال حبه حلاوه محمرين ومطحونين، عندي المسكه والكوزه، 2 معالق كبار ديال القرفه، عندي السكر كلاصي قلنا 200 غرام، غادي نضيف انا كاس ديال العسل مع السكر كلاصي، وما نساوش شويه د الملحه. هنا خديت الملحه. بسم الله. نخلطهم مزيان باش ينسجموا لي مع بعضياتهم، نجمعها بزيت الزيتون. نخلط هاد النواشف مع بعضياتهم، غادي نضيف داك الكاس ديال العسل، عسل الحره بحال هكا. هنا علاش ما رونتهاش بالعسل، حيت في التالي كتبقى تلصق لنا، يبدا يلصق السلو الا روناها بالعسل. داكشي ضفت نص السكر وضفت كاس ديال العسل. غادي نضيف الزيت اللي حمرت فيه اللوز، بسم الله. هنا غادي نضيف الزيت الزيتون الكميه اللي غادي تكفاني،
هنا وغادي نعلك السلو نتاعي مزيان، نعلك هاد المقادير مع بعضياتهم. وانا كنضيف الزيت بشويه بشويه وانا كنعلك، ولا مزيان نعلكوها ولا ندلكوها مزيان حتى نتحصلوا على القوام اللي بغينا. هنا كاين اللي كيعجبو السفوف ولا السلو كيكون معلق. هنا خلطت السفوف نتاعي. هنا انا ما كيعجبنيش يكون، انا كيعجبني يكون ناشف شويه، يعني ما يكونش ميدم بزاف. هنا كيعجبني بحال هكا. هنا دلكتو مزيان علكتو، وانا غادي نضيف اللوز هكا ونخلطو. هذا هو السفوف نتاعي. ورمضان الكريم يدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش كيتمنى الواحد في حياته. كنتمنى ان شاء الله تجربوا ويعجبكم، كيجي بنين بزاف. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.